ده باندي البطل بتاع فيلمنا، والأحداث بتبدأ سنة 1857 والهند تحت الاحتلال الإنجليزي، وبنلاقي نفسنا في ساحة لتنفيذ حكم الإعدام. وفي الوقت ده بيظهر باندي وبنشوفه متسلسل وتحت حراسة مشددة جدا، وساعتها بيقف على المنصة وبيستعد للموت. وبنعرف إن تهمته هي التمرد ضد الإنجليز. وفي الوقت ده بيكتشفوا إن الجلاد هرب ورافض يكون السبب في إعدام باندي، فبيقرروا يأجلوا الحكم لتاني يوم وبياخدوا باندي للحجز. وعشان نعرف اللي حصل بنرجع 4 سنين للماضي، وبنلاقي الجنود الأفغان في حرب ضد الإنجليز وهم مستنيينهم وجاهزين للمعركة. وقتها بيضربوا عليهم المدافع وبيموتوا عدد كبير جدا منهم. وفي الوقت ده بيحصل مواجهة ما بين الجيشين، وبعد ما بتنتهي الجثث بتكون في كل مكان، وبنشوف باندي مصاب لكنه لسه عايش. ولما بيحاول ينقذ الضابط بيتضرب بالنار من الجنود الأفغان، ومع ذلك بيصمم انه يحميه والإنجليز بيوصلوا لهم بسرعة. وبعدها بنروح للمستشفى والضابط جوردن بيفوق وبيسأل عن باندي، وبيفضل ماشي وعمال يدور عليه في كل مكان لحد ما بيقدر يشوفه وبيديله المسدس بتاعه وبيشكره على إنقاذ حياته. وبعد فترة بنروح لحفلة منظمها الإنجليز، والجرسون كان بيوزع خمر على الناس لكنه بيوقع الكاسات على واحدة بالصدفة، والضابط هيسون بيطلع يجري وراه لحد ما بيسيطر عليه خارج القصر وبيفضل يضرب فيه وبيخلي الجنود يمسكوه وبيقولوا له انت كلب وازاي تعمل كده. ولما بيفضل يجلده باندي بيشوفه وبيروح يدافع عنه بسرعة وبيقول له الكلب هيموت في ايدك، فبيضربه بالقلم على وشه. وجوردن واقف ومش قادر يتكلم. وتاني يوم بنلاقي باندي بيتحدى واحد في لعبة المصارعة، ووقتها بيوصل جوردن المكان، وأول ما باندي بيشوفه بيطلب يواجهه. وفي وسط ما هما بيتحدوا بعض باندي بيقول له احنا في نظر الإنجليز كلاب، وهو بيتأسف له علشان ما قدرش يدافع عنه لما انضرب بالقلم. وفي النهاية بيقبل أسفه لأنهم في الأساس أصدقاء. وتاني يوم بنروح لمقر الجيش، وكل الجنود بتجتمع مع الضابط الإنجليزي وبيسألهم إيه المشكلة. وباندي بيعرفوا إن الخرطوشة الجديدة للبندقية بتحتوي على دهن البقر والخنزير وهم بيحطوها في بقهم الأول، وبيقولوا إن الخنزير محرم على المسلمين والبقر مقدس للهندوس. فالضابط بيطمنهم وبيعرفهم إنها إشاعات ومحدش يصدقها. وتاني يوم الإنجليز بيكونوا ماشيين في الشارع وعجل العربية بينكسر والخراطيش كلها بتقع على الأرض، والكلاب بتتلم حواليها وبتفضل تشم فيها، والناس شايفة كل اللي بيحصل ومستغربة جدا. وبعدها بنروح لميدان الرماية والضابط مجتمع مع الجنود الهنود، وبيمسك الخرطوشة في إيده وبعدها بيحطها في بقه بسرعة وبيفضي البارود اللي في البندقية، وساعتها بيحضر السلاح وبيضرب الطلقة منه، وبيؤمر الجنود تنفذ كل حاجة عملها قدامهم، لكن محدش بيستجيب لأوامره. ووقتها القائد بيوصل للمكان وعايز يعرف المشكلة، وجوردن بيقول له الكلاب لحسوا الخرطوش، وده أكد لهم إنها بتحتوي على الدهن بتاع البقر والخنزير. فبيأمروا يضحك عليهم ويكذب كلامهم. وفعلا بيقف قدامهم وبيقول لهم الإنجليز بيحترموا كل الأديان وكل اللي بيتقال عن الخرطوشة ده إشاعات. وده بيخلي باندي يثق في صاحبه وبيروح في الاتجاه بتاعه وبيمسك الخرطوشة بإيده وساعتها بيشيلها ببقه وبيفضي البارود في البندقية وبيحضرها للاستخدام، ووقتها بيضرب الطلقة بتاعته. وتاني يوم بيقابل الجنود وبيلوموه علشان استعمل الخرطوشة، فبيقول لهم جوردن صاحبي ومستحيل يضحك عليا، وبيعرفهم لو بيكذب عليه هيولع في الإنجليز كلهم. وبعدها بيقابل جوردن وبيسألوا الإنجليز مسميين نفسهم الشركة، وهو عايز يعرف هما بيشتغلوا في إيه. فبيقول له بيجبروا الفلاحين على زراعة الأفيون وبيبيعوه للدول بأسعار عالية جدا، والبلد اللي بترفض تشتري بيدخلوا معاها في حرب باستخدام الجندي الهندي. وفي الوقت ده بيشوف واحد ميت موجود قدامهم، وبياخدوا مراته وبيحطوها على المحرقة وعايزين يقتلوها معاه، وبيبدأوا يولعوا فيها وبينفذوا المعتقدات بتاعتهم. وساعتها بيوصل جوردن للمكان وبيفضل يضرب فيهم وبينقذ حياتها من الموت، وبيلاقي نفسه متحاصر منهم كلهم لحد ما باندي بيساعده وبيقول اللي هيقرب من صاحبي هيموت، وبيحاول يبعدهم عنه علشان يخليه يهرب. وفعلا جوردن بياخدها للبيت بتاعه وبيدخل بيها الأوضة علشان تتعالج. وبعدها باندي بيجيله وبيعرفه إن حياتها في خطر. وتاني يوم زعيم القبيلة بيترجى جوردن ما يقربش من شرفهم، وبيهدده إن لو ما رجعش البنت هيورط نفسه معاهم. فبيتضايق منه وبيفضل يزعق فيه وبيطرده بره المكان. وبعد فترة بنروح لقرية والإنجليز مسيطرين عليها لأنهم زرعوا الأفيون من غير ما يعرفوهم، وعشان كده هيستولوا على كل الأراضي بتاعتهم. فبيعترضوا على كلامهم وبيرفضوا ينفذوه، وبتحصل ما بينهم مشاجرات كتير جدا في المكان. وكل الجنود الهنود بياخدوا وضع الاستعداد لضرب النار، وللأسف بيموتوا فيهم بالرغم إنهم إخواتهم وأهلهم. وباندي مش قادر يصدق نفسه، وبعدها بيولعوا في كل بيوتهم والأفعى بتمشي على الجثث بتاعتهم بعد ما ماتوا. وباندي كان قاعد لوحده وزعلان، وصاحبه بيروح يهون عليه، وساعتها بنشوفه بيعيط وندمان على موت الناس بدون أي ذنب. وبعدها بنروح لبيت مشبوه وبنلاقي هيرا عمالة ترقص وبتغني في المكان،
وهيسون بيكون هناك ومعجب جدا بجمالها، فبياخدها ويحاول يخرج بيها ومحدش قادر يمنعه، وباندي بيشوفه وبيأمره يسيبها في حالها، ولما بيرفض بيقرر يضربه ويدافع عنها، وبيطلع يجري وراه وكل هدفه ينتقم منه، لحد ما في الآخر بيسيطر عليه، وساعتها واحد بيضربه على راسه وبيفقده الوعي بتاعه. وتاني يوم الجنود بيبلغوا جوردن اللي حصل علشان ينقذ صاحبه، وفي نفس الوقت باندي متسلسل وبيتحدى الضباط الإنجليز وبيفضلوا يضربوا فيه وهو مش عارف يستخدم قوته ضدهم، وكان واقع على الأرض ومصاب وسايح في دمه لحد ما بيوصل جوردن وبيبعدهم عنه، وساعتها بيسيبوا المكان وبيمشوا، وهو بيشيل صاحبه وبيحاول يساعده. وأول ما بيجي الليل باندي بيقابل هيرا وبيتكلم معاها، ووقتها بتشكره علشان أنقذها ووقف جنبها. وتاني يوم بيكون في الشارع وبيعرف من واحد إن الخرطوش بيحتوي على دهن البقر والخنزير، وبيقرر ياخده للمصنع اللي بيثبت كلامه. ولما بيدخل المكان بيتفاجئ إنه اتضحك عليه ومستغرب من كل حاجة شايفها وبيكون متضايق جدا، فبيقرر يروح لصاحبه جوردن البيت وبيعرفه إنه كذب عليه والخرطوشة فيها دهن، وبسبب إنه بيثق فيه خرج بره الطائفة بتاعته، وبيقول له من النهارده هوريكم غضب باندي، وبيطلع المسدس اللي أخده منه لما أنقذ حياته وبيرجعه له. ولما بيكون قاعد لوحده أصحابه بيروحوا له وبيهونوا عليه وبيعتبروه لسه في الطائفة بتاعتهم. وتاني يوم بنروح لساحة الميدان وكل الجنود بتكون متجمعة، وظابط إنجليزي بيأمرهم باستخدام الخرطوش، لكن محدش بيستجيب للأوامر ورافضين التنفيذ، فبيأمروا المدافع إنها تتقدم في اتجاههم وتركز عليهم، ومع ذلك هما بيصمموا على قرارهم والعقيدة بتاعتهم. وفي الآخر بيخرج باندي كالعادة وبنشوفه بيمشي في اتجاه المدفع لحد ما بيقف قدامه وبيعرض حياته للخطر وما بيكونش خايف من الموت، وده بيخلي الجنود في حالة تمرد كبير وبيجبرهم يسيبوا الموقع ويمشوا، وبيدخلوا مخزن الأسلحة وبياخدوا البنادق وبيسيطروا عليها بشكل كامل. ولما بيكونوا موجودين مع بعض بيعرفوا إن القوات الإنجليزية في المكان، وساعتها بيروحوا لهم بسرعة وبيشوفوهم بالمدافع بتاعتهم وبيهددوهم يستسلموا وإلا هيتم إبادتهم، وهم بيرفضوا ينفذوا كلامهم. ووقتها بيمسكوا النار في إيديهم وبيكون عددهم كبير جدا وبيبدأوا يحاصروهم من كل الاتجاهات وبيفرضوا سيطرتهم، فالإنجليز بيخافوا وبيقرروا يسيبوا المكان وبيمشوا، والثوار بيكونوا فرحانين بالانتصار اللي حصل. وتاني يوم باندي ورجالته بيقابلوا قادة الممالك الهندية اللي في خلاف مع الإنجليز وبيحطوا خطة مع بعض علشان يقوموا بثورة ضدهم ويحرروا الهند كلها. ومع الأيام بيحتفلوا بعيد الألوان، وباندي وهيرا بيفضلوا يغنوا ويرقصوا مع بعض، والعلاقة ما بينهم بتقرب جدا وبتتحول لحب. وفي نفس الوقت الإنجليز بيعملوا اجتماع وبيقرروا يستعينوا بقوات إضافية علشان يقضوا على ثورة الجنود، وبعدها هيعدموا كل زعماء التمرد. وتاني يوم هيرا بتروح المعبد وبتقابل باندي وبتعرفوا إن الإنجليز طلبوا قوات إضافية علشان يقضوا عليهم، وسمعت الكلام ده من هيسون وهو سكران، وبتطلب منه إنهم يهربوا مع بعض، لكنه بيرفض وبيكون مصمم يكمل الثورة، وهي بتتضايق منه وبتسيب المكان وتمشي. ولما بيجي الليل الثوار بيجتمعوا مع زعماء الممالك ويحطوا خطة إنهم يهجموا على قوات الدعم الإنجليزية وهي في الطريق. وتاني يوم الإنجليز بيمسكوا واحد من الثوار وبيفضلوا يعذبوا فيه وبيجبروه يعترف بكل حاجة بتحصل ضدهم. ومع الأيام بتشوف القوات الإنجليزية في الطريق والقائد بتجيله تعليمات بالرجوع والجيش بيعسكر والمهمة بتنتهي. ومن ناحية تانية بنلاقي واحد في المعبد وفجأة بيشوف الأسطول البحري للجيش الإنجليزي موجود قدامه، وبيطلع يجري بكل سرعته لحد ما بيوصل لباندي وبيعرفوا إن القوات الإنجليزية وصلت المكان، فبيخرج من البيت ومعاه السلاح بتاعه وبيروح للميدان بسرعة وبيحاول يجمع كل الجنود حواليه وبيفضل يحمس فيهم ويشجعهم على القتال والدفاع عن الثورة. وأول ما هيسون بيوصل المكان بتاعهم باندي بيضرب عليه نار وبيوقعه، وساعتها بيهجموا على باقي الجنود وبيسيطروا عليهم. ووقتها بنلاقي جوردن في الميدان وبيحاول يمنع باندي من كل حاجة بيعملها، ولما بيرفض هما الاتنين بيتحدوا بعض وكل واحد عايز يخلص على التاني وبيدافع عن العقيدة اللي عايش بيها لحد ما باندي بيقدر يسيطر عليه وبيرفض يموته في اللحظة الأخيرة، وساعتها بيوقعه على الأرض. وفي الوقت ده بيتفاجئوا بالجيش الإنجليزي بيظهر قدامهم وعددهم بيفوقهم بمراحل كتير، والثوار بيطالبوا باندي يهربوا من الميدان لكنه بيكون رافض ومصمم يكمل الثورة. ووقتها كلهم بيمشوا ويسيبوا المكان وهو بيلاقي نفسه واقف لوحده قصاد الجيش الإنجليزي، ولما بيبدأ يموت فيهم ويضربهم بالنار هما بيجروا ناحيته وعايزين يقبضوا عليه، لكنه بيكتشف إن الميزان مش متكافئ نهائيا، وساعتها بيوجه البندقية على نفسه وبيقرر ينتحر في سبيل إن محدش يقبض عليه. وصاحبه بيحاول ينقذه من الموت والجنود بيوصلوا ليه وبيشيلوه علشان يتعالج، وبعدها بيدخل المستشفى وبنلاقيه لسه عايش. وجوردن بيطلب منه يعتذر وهم هيسجنوه وهيلغوا قرار الإعدام بتاعه، لكن باندي بيرفض كلامه وبيعرفه إن الثورة بقى هدفها الحرية مش علشان دهن الخرطوش. وبعد فترة بيتعمل له محاكمة عسكرية
ووقتها بياخدوا شهادة جوردن وبيفضل يزعق لهم لأنهم ما احترموش عقيدتهم واستخدموا دهن الخنزير والبقر في الخرطوش، ومع ذلك محدش بيسمع له وبيحكموا على بندي بالإعدام للتمرد على الجيش الإنجليزي. وبعدها بنرجع للوقت الحاضر وبنلاقي بندي في الحجز وقاعد لوحده، وساعتها بتجيله زيارة من حبيبته هيرا وبتطلب منه يتجوزها قبل ما يتحكم عليه، وهو بيوافق وبيثبت لها إنه بيحبها وكان نفسه يفضل معاها. وتاني يوم بنروح لميدان الإعدام والناس كلها متجمعة، وساعتها بيظهر بندي وهو متسلسل وبيتم معاملته كأسير حرب، وهو ماشي بينهم بعزة نفس وفخور بالقضية بتاعته. ووقتها بيقف على منصة الإعدام وبيجهزوه علشان ينفذوا القرار، وهو بيبص على صاحبه جوردن وبيبتسم ليه وفرحان. ووقتها بيشنقوه وبيقضوا على قائد التمرد، وكل الناس في حالة صدمة وذهول من الموقف. وساعتها بيحصل هجوم وبيتحرروا من إحساس الخوف اللي جواهم، وبيبدأوا يموتوا فيهم وينتقموا البندي وبيولعوا في كل المقرات بتاعتهم. بس للأسف بعد سنة تم القضاء على الثورة، لكن بعد مرور 90 سنة الهند اتحررت من الاحتلال الإنجليزي سنة 1947، وبندي هو اللي أشعل شرارة الثورة. ومن هنا بيخلص فيلمنا. لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس واستنونا في فيلم جديد.